احنا بنعمل النهاردة حواوشي البيتي، ومقادير سهلة وبسيطة زي حواوشي بتاع الشارع بالظبط. دي المقادير وهتدخل على الطريقة على طول. في طبق كبير هنبدأ نعمل بالمقادير. أنا كاتبة لكم المقادير كلها. ده البصل، والبصل لما بنحطه تقريبا نفس كمية اللحم أو أكتر منه شوية، إن ده اللي بيديها الطعم الحلواني بتاع الحواوشي بتاع الشارع اللي الناس كلها بتجري عليه. ده البصل، وطبعا الفلفل حراق ده أكيد، وفلفل أخضر، أهم حاجة بقى في الموضوع ده كله 20 أو 50 جرام اللي هو الجينيا. هي دي اللي بتدي الطعم الفظيع بتاع الحواوشي. دي احنا بنبشرها، يعني بنجمدها وبعد كده بنبشرها عشان تبقى سهلة علينا ان احنا نعرف نتعامل معاها. وبعد كده بنحط معلقتين كبار من تتبيلة الحواوشي من عند العطار أو الأكياس الجاهزة على حسب ما انتي عايزة. بس دي الخلطة الأساسية اللي احنا بنحطها في الحواوشي. والتوابل اللي بتبقى موجودة فيها بتبقى كفاية بالنسبة لي جدا، ما بحطش عايز